في نوع من الناس مش محتاج ان هو يقفش عليك ولا يخاطر ولا حتى يضغط عليك بشكل مباشر، هو بس بيعرف يخليك ازاي تحس بالذنب حتى لو مش انت اللي غلطان. وده اللي احنا بنسميه اعادة برمجة الذنب. ما تنساش تعمل فولو واشتراك قبل ما نبدأ. اعادة برمجة الذنب بتبدأ بهدوء، جملة بسيطة: انا كنت متوقع منك اكتر من كده، انا ما كنتش فاكر ان انت هتعمل كده فيا. كلام صغير بس بينزل عليك زي ما الحجر بينزل على المية الهادية، فبيعمل دوشة وبيكسر هدوء المية دي. فجأة تلاقي نفسك بتراجع كل خطوة عملتها، هو انا وحش ولا هو عنده حق ولا في ايه؟ مع ان الحقيقة هو اللي بيعرف يلعب الدور ده كويس، دور الضحية المتفوق اللي بيعمل الغلطة وبيحملها لك وبيسيبك تشيل كل حاجة لوحدك. ده مش ذنب طبيعي، ده ذنب معاد برمجته مخصوص عشانك، بيتزرع جواك وبيتسقي بكلام بسيط لحد لما يكبر ويبقى قانون يخليك دايما بتعتذر وبتصلح وبتقدم في تنازلات حتى لو انت اللي اتأذيت. الأصعب في الموضوع ده ان انت بتبقى فاهم اللعبة بس بتبقى عاجز ان انت توقفها، لان الذنب هنا مش شعور، ده سلاح، ولما بيتحط في ايد الشخص الغلط بيبقى اخطر من اي تهديد. لو لقيت نفسك بتبرر حاجات ما تخصكش وبتشيل مسؤوليات مش بتاعتك، او حتى وصلت ان انت بقيت بتعتذر عن وجودك، فاعرف يا صاحبي ان انت في علاقة مش مبنية على حب، مبنية على ذنب انت ما عملتوش. اسمعني كويس، في ناس بتصلحك وفي ناس بتكسرك وبعدين بتخليك تعتذر ان انت اتكسرت. خد بالك انت بتتعامل مع مين وازاي. ما تنساش الفولو واستنى اللي جاي.